كيستي بابا قل ليسو تجتودا من شروط قبول الأعمال الإخلاص شرط قبول عملا النية والإخلاص والمتابعة إخلاص نجراتو قبا نمني وشركي قبات دلقان سان قبلمو متابعة قباتو قبا كرا رسول ربي رخديم جتودا خنانا لتي إقا نمر عن قبلا يو متابعان نجراتين يوني في عكسهما إخلاص نجراتين جتور أما قا شروط قبول عمل الرا خجل قبات إنه إيقالي الإخلاص والمتابعة ما هو الإخلاص؟ إخلاص جتو مالي يوجد أن يراد بالعمل وجه الله سجل هذا الإخلاص أن يراد بوجه الله ماذا؟ الإخلاص أن يراد بالعمل وجه الله فول الله حمل من أدلقا كيتي وذلك أحد شروط قبول العمل وهي 4 شروط قبول عملا تربة عفوري نصفها شرط صحة وهما الإخلاص والصواب إخلاص في صواب فأما الأول فقد عرفته وأما الصواب فهو موافقة العمل متابعة كجنسا لما نكون يويو جدت الأخذ بقوة والمسارعة وعند لقدسا فهذا بقوة جبين ينقبته والمسارعة وانسا نتددفو إرى تأخرته والأبدي توني شرطي كمالات جانين أما شرط السيئة فإسنان شرطين دلقان نمر راقيب لمون فوكين فياته لموما الإخلاص والمتابعة شرطين لممو تقرتيقا كمالات الأخذ بقوة ومسارعة وانسا هفتو الأبدي دلقوا التددفتي كوني باب إخلاصات باب خبر مبتدا بديتي هذا باب الإخلاص كوني باب قرتيقا كل سوتي دلقا وإحضار النية باب نية فدتوتي جتان باب نية فدتوتي في جميع الأعمال وفدلقوا وانقر شريعاتي ركفمتو تاتي خيستي وفقرتيقا دبوا وانقر شريعاتي ركفمتو تاتي خيستي والأحوال البارزة وفحالو وملتو تاتي بي وفقرتيقا حالو واندخطو تاتي خيستي باب نية فدتوتي يون ايام فدتين سران قبلمو مالين دلقوا وملتو تات ترخطو تات أكسما جتوان أكسما حالوان رخطو في ملتو اللين يوني يا ربي جتن دلقا وانا كناتين دلقا يوني في انفدتين نمران قبلمو مالف إنما الأعمال بالنيات وانت إبجتا جتا يو أكلوا متخاتي دلق دي مالتا عادا سيركاتا نمد دلق جتين دلق صلاة غيه بي صلاة صلاة سومنا غيه بي سومنا سومنته وضوء غيه بي دكنان دكته جنا خاتي تو مقام دكته هاي مثلا جناب دا قبا خاتي هركته مقام كنن قبني فدا جتين يا قام قبني فتوتي نكته نيا جناب دا بيرا بوسوتيني متي وني كن عبادانت لا بد من ان تغتسل ثانيا لما فا نيا جناب دا بيرا بوسوتي نكتو مالف لا بد من الأعمال من النيات نية رافي سجو بي صلاة قاضي الجتة قجت صلاة ظهوري خواجب قدم ركعة أفر ربي بجتن صلاة دلك ربي جتين نيا أولو ما جتة قجتة ثم بي سلام منا سلاما لا بد من أن تصلي ثانيا لأن هذا ليس بصلاة لماذا؟ لأنه لا بد للأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة أو قولا أو فعلا من النيات نيان جراتو قبام قال تعالى على الله تعالى أيام وما أمروا وأنا ججم نجا ربي أيام إلا ليعبدوا اليهود والنصارى رابدي بها يهودا نصارى وأنا ججم إلا ليعبدوا الله الله قبروا رتمالهم قل كل سؤال تانين له إسابيام الدين ديائي
قتيلو هالتانيا يقيموا الصلاة يا بوغا صلاة دابوت ملي وانا ججمنيم يؤتوا الزكاة زكاة كنوت ملي وانا ججمنيم ذلك وذلك مذكور سنم دين القيم دين الجماعة القيمة دين توتا قتيل توتا تيتي أيّا قال تعالى أيّم لن ينال الله الله توانقهم لحومها فونوان وريقا اسن قلتنيام ولا دماؤها ديقوان وريقا اسن قلتنيام ولكن ينال أموا كنا جن والله تنقها التقوى وان صدا اسن الراتاتين دلق بيتو واني صدا اسن الراتاتين دلق بيتو وان صدا اسن الراتاتين دلق بيتو الله تقها أجتشودا وقال تعالى الله النجم قل إن تخفوا جي يا محمد إن تخفوا إسي يورو إسي تنجتشودا ما في صدوركم وان قموان كيسانين كيسا تجرو يورو إسي تن أو تبدوه تكاو يوم اللفتنيس يعلمه الله الله إسا سنو مبيخا قالت إرت سني قلتشو ديما أكا قرتيقا يادن سنين نفتني أدوتي آية نكون نسخمي بقوله تعالى يتربيت النسخمي مال كنجو لا يكلف الله نفسا وان قلبي كيست علمنا ما وان يادين انقطام قلبي كيست وان يادين علمنا ما حما إرتي مراتت إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا جتون كل أولئك كان مسؤولا جتون وان إرتي عزميته مرات وان إرتي مراتينينو ربي سبحانه وتعالى يرد بريفيدي كما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها وأننا منك قلبي تيادي أمتك يا إرد برميجرا مارة إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله جدتم مالي أن هذه الآية ماذا منسوخ ومقيد بما إذا عزم عليه وأن أترت مرتين yoo an tokko haram tokko dalaguu irratti muratte dalaguu baattullee maanicii wayii dhufee irraa si dhorgullee ati irratti ni dilooyi laakiin yooniif gartee gaa irratti azmiin qabaateen rabbiin irra sii daba illaa fi lharam haram keessatti male kan harama sawaa'un cazamta calay aw lam taczim calay fayu'aakiduka allah illaa in tubta yoo toobaa deebite malee yookaa yoo fedhe irra sii dabre malee liqawlihi tabaaraka wa ta'ala ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم بر عذاب لا لساتين إساق أمنا نما بي حرما كيستي ظلمي وإياد ظلمي وإياد نانتي ربي نمسك أب أتمان أبا جبات ربي نسك أبا إتا هايا وعن أمير المؤمنين مال جتو دام نوفي دري إن تخفوا ما في صدوركم جتونكو وانا من نيتو ميري waan niyyattan irratti isiniin kun galata galfamtaniidha jechuudhaafi in tukhfumaa fi suduurikumii kana khayrii qoma kan kee keessatti yoo dhoysitee niyyatte rabbiin galata irratti sii galcha jechuudhaaf aayata kana nutti fida يخبر الله تعالى أنه أمر عباده بتوحيده وما أمروا إلا ليعبدوا الله أدلة إخلاصات فلا يعبدون معه غيره مائلين عن جميع الأديان الباطلة إلى دين الإسلام لأن دين الملة الحنيفية السمحة لأنه دين الملة الحنيفية السمحة أو دين الأمة القيمة بالحق وهذا تمييز للأمة الإسلامية بعقائدها وسلوكها عن أمم الكفر لأن ذلك مقصد من مقاصد البعثة النبوية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يخبر الله أنه شرع لكم نحر هذه هدايا الضحايا لتذكروه عند ذبحها فإنه الرزاق ذو القوة المتين لا يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنه تعالى يطعم ولا يطعم وهو الغني عما سواه وقد كان الجاهليون إذا ذبحوها لآلهتهم وضوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها فقال أصحاب رسول الله فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه يتقبل من المتقين الذين لا يريدون إلا وجهه وفي ذلك تنبيه على امتناع قبول الأعمال إذا جردت النية صالحة نية صالحة أعمال دلقان إن قبل مرابعتك المفيد
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يخبر المولى تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا تخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان واللحظات وجميع الأوقات وجميع ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. وهذا تنبيه من الله لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معالجتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ولا يهمل، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا علم العبد هذه التنبيهات أحسن العمل فكان مخلصا ثوابا. وهذه الآية أيضا من أدلة الإخلاص، أدل مواي إخلاصاتي آية كان اللي نوفي يجتر أكسم أدلانية حديثة نوفي داجر إمام النووي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.